تخيل تربي دقنك وتدفع عليها ضرايب. صلى على النبي. الزتونة كالآتي: سنة 1535 في انجلترا الملك هنري الثامن قرر ان الدقن مش بس شعر، ده رمز له مكانة اجتماعية، وطالما هي رمز ومكانة يبقى فيها فلوس، وفرض عليها ضريبة. وبعده بسنين لغوا الضريبة لفترة لحد ما جت بنته إليزابيث الأولى ورجعت الضريبة تاني، وحددت ان اي دقن تكبر اكتر من اسبوعين لازم صاحبها يدفع. ونفس الفكرة في روسيا اواخر القرن ال17 الامبراطور بطرس الاكبر قرر يحدث روسيا، وكانت اول خطوة في التحديث هي الضريبة. عايز تفضل ملتحي؟ ادفع. مش عايز تدفع؟ ادفع عند الحلاق. يعني كده دافع وكده دافع. ملوك واباطرة حاربوا اعداء وبنوا ممالك عظيمة وفرضوا ضرايب حتى على الدقن. ما تنساش بقى تعمل لايك وفولو.